اوصل للوزن المثالي ولا اوصل للوزن الطبيعي؟ وليه لما بوصل للوزن المثالي بتاعي مش بكمل عليه اكتر من شهر واحد؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. اهلا بيكي، معاكي دكتور نورهان لطفي، اخصائية تغذية حدسية ضد الدايت، وبساعدك ان انتي تبني اللايف ستايل بتاعك بعيد عن الحرمان، الخوف من السعرات والخوف من الحسابات. الحقيقة ان انا المرة دي عملت شوية تغيير، وقررت ان انا اقدم لك مش بس مجرد فيديو واحد بيكلمك عن ازاي اوصل للوزن الطبيعي لجسمي، ولكن هقدم لك سلسلة. السلسلة دي هتعرفي فيها ايه هو الوزن الطبيعي، ويعني ايه الفرق ما بين الوزن المثالي والوزن الطبيعي. اعرف منين ان انا في وزني الطبيعي؟ طيب ازاي بقى اوصل لوزني الطبيعي ده لو انا عندي اكل عاطفي، عندي شراهة، عندي المشكلة دي، وفي نفس الوقت مش عايزة اعمل دايت؟ طيب ماذا لو بقى وزني الطبيعي ده مش عاجبني وعايزة اكون اقل منه؟ ده اللي هنعرفه في سلسلة حلقات هتنزل تباعا كل يوم حلقة، هنعرف منها معلومة جديدة عن الوزن الطبيعي او الوزن اللي ربنا خلقنا عليه. ويلا بينا نبدأ. ليه لما بنوصل للوزن المثالي مش بنكمل عليه اكتر من شهر ولا حاجة؟ الحقيقة ان في حاجة اسمها الوزن الطبيعي للجسم او الوزن البيولوجي، وفي حاجة اسمها الوزن المثالي. طيب ايه يعني ايه اصلا وزن طبيعي؟ وزن طبيعي يعني وزن الجسم فيه هرموناته طبيعية. هرموناته طبيعية يعني ايه؟ يعني هرمونات الجوع والشبع بتاعته طبيعية، سكر الدم طبيعي، الانسولين مستواه طبيعي. كل هرموناتي في الوزن ده بتبقى طبيعية، مش بتبقى مستفزة بأي شكل من الأشكال. مش بتحصل حاجة تخلي جسمي في حالة عدم راحة. even حتى ذهنيا انا مرتاحة مع الوزن ده، مش حاسة ان الوزن ده ضاغطني نفسيا في اي حاجة. طيب ليه الوزن المثالي او الوزن المثالي هو وزن بيتحسب ازاي؟ هو وزن بيتحسب اللي هي البودي ماس اندكس، او اللي هو معدل كتلة الجسم. فهو بيبقى مجرد رقم حسابي جدا بيتعمل الوزن على الطول بالمتر، وخلصنا على كده، وبيبقى رينج معين او رقم معين انا عايزة اوصله. طيب الوزن ده او الوزن المثالي لما احنا بناخد في اعتبارنا ان احنا عايزين نوصل للوزن المثالي، مش بناخد في اعتبارنا حاجات كتير جدا. ليه؟ لان الوزن المثالي انا بتعامل معاه ان هو رقم انا محتاجة اوصله، بغض النظر بقى عن اي حاجة، بغض النظر عن صحتي النفسية، عن صحتي الجسدية، عن الحرمان. والاهم من كده ان انا محتاجة الوزن المثالي بتاعي ده او الوزن اللي انا عايزه اوصل له. انا مش عايزه اوصل للوزن ده ومش عايزه افرح بيه اسبوع، شهر، شهرين، والاقيه طار تاني، لا. وده اللي بيحصل في الوزن الطبيعي. الوزن الطبيعي بيبقى وزن مستدام، الوزن اللي جسمك معظم الوقت بتاعه هو مرتاح فيه، وهو مش بيبقى رقم بعينه. يعني مش بيبقى رقم معين، يعني مثلا مش 55 مش 60، لا، هو بيبقى دايما رينج 2 كيلو فوق 2 كيلو تحت. فممكن تلاقي نفسك مثلا بتلعبي ما بين ال 65 لل 70 مثلا، او ما بين ال 65 لل 68. انا واحده من الناس وزني الطبيعي قبل الحمل كان بيلعب ما بين ال 71 لل 73، وبعد الحمل وصلت ان انا لما غيرت عاداتي وغيرت اللايف ستايل بتاعي وكده، وصلت ان انا الوزن الطبيعي بتاعي ما بيلعب ما بين ال 68 لل 70، او ما بين ال 66 لل 70، مش فاكره بالظبط ان انا ما بوزنش. فهو وزن بيبقى ما بين رقمين. طيب
ليه انا ببقى حابه اوصل للوزن الطبيعي والافضل لي صحيا ونفسيا ان انا اوصل للوزن الطبيعي مش الوزن المثالي؟ لان ببساطه خالص الوزن الطبيعي ده انا هرموناتي فيه مظبوطه، اقدر افضل في الوزن ده سنين، ودي حقيقه. انا ممكن اكون في الوزن الحالي اللي انا فيه بقالي اكتر من سنه ولا حاجه، وايام ما كنت قبل ما اغير اللايف ستايل بتاعي لللايف ستايل الاجدد الاصح كان برضو وزني الطبيعي بيلعب ما بين ال 71 لل 73 سنين، كتير قوي، يعني اكتر من 4 سنين او حاجه. فهنا انا لما بشتغل على الوزن الطبيعي او ان انا اوصل للوزن الطبيعي، انا بوصل لوزن مستدام، مش وزن اوصل له او افرح بيه شهرين 3 في الصور واتفاجئ بعد كده بعدها ان انا مش قادره اوقف اكل، او ان انا باكل كتير جدا، او ان انا مش عارفه اسيطر على نفسي، او ان انا بقيت خايفه لحسن افقد الوزن ده فبضطر ان انا اقلل اكل اكتر عشان انا خايفه ازيد لوزن جديد. لا، في الوزن الطبيعي انت بتبقي مرتاحه نفسيا. دي الحلقه الاولى، وبكره ان شاء الله هنعرف ايه العلامات الحاليه او العلامات اللي موجوده في جسمي دلوقتي تقول ان انا في وزني الطبيعي. علامات وحاجات لو انا عرفتها وعرفت ان انا اوصل لها هبقى انا كده في الوزن الطبيعي. وايه اللايف ستايل اللي انت لو اتبعتيه من النهارده هتبدأي ان انت بالتدريج توصلي لوزنك الطبيعي وما يرجعش ان هو يزيد تاني. استني حلقة بكرة وسلام عليكم.